عندك ضمير حي باش تقدر انك تشد ولاد الناس او تحمل واحد المسؤوليه اللي الا ما كانش عندك ضمير ما تقدرش تحمليها على كتافك. هي اللي جايه تحمر وتخضر، هي اللي شرقت كاع الانوار. غادي نجمع هاد البيت، غادي نشطبو، غادي نرجع الطراريح لبلاصتهم تما. اهلا مؤنسات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اش كتعاودوا؟ كي دايره الامور؟ صحيحه الوليدات العائله؟ كنتمنى تكون الامور 5 نبداو الفيديو كالعاده بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا على الحبيب محمد. اهلا وسهلا بكل المشتركات اللي انضموا لقناتي وفعلوا زر الجرس. شكرا لكم على الثقه اللي عطيتوني. مرحبا بكم البنات، مرحبا والف مرحبا. الناس القديمه دار داركم، والناس الجداد مرحبا والف مرحبا. حسبوا الدار داركم. قناه اختكم غزلان مغربيه في سوريا، كتونسوني وكنونسكم وكنتناقشوا مع بعضياتنا وكنحس راسي بحال راني جالسه معاكم وكنتعاود معاكم. حسبوني اختكم وحسبوني من العائله ديالكم، انا حاسبكم العائله ديالي الثانيه. البنات قبل ما تبداو الفيديو كنتمنى انكم ديروا لي واحد اللايك وتعليق زوين بحالكم كيف ما تعودت منكم، وبارطاجيو القناه ديالي مع ناس اخرى باش تعم الفائده. حنا كنوريكم ثقافات ثانيه في بلدان اخرى، كنوريكم كيفاش البلد ديال سوريا كيفاش عايشين من بعد الحرب ديال 14 عام، من بعد المعاناه ديال 14 عام. ضروري ما نقلوا لكم الصوره، كانت خايبه كانت زوينه، المهم راه كنقلوها لكم بكل صدق وشفافيه. البنات الصراحه كان احسن نهار، احسن خبر سمعته في حياتي اللي كنا كننتظروه. حنا عارفينها مغربيه، ولكن خبر اللي واعر، خبر اللي اش نقول تيهز القلب ديالنا. حنا مغاربه ضروري ما تحرك فينا شي حاجه. الله الوطن الملك، والله ينصر سيدنا ويخليه تاج فوق راسنا. وعاش المغرب، مغربيه وافتخر. الصراحه كان احسن خبر احسن خبر احسن خبر سمعته. حنا مغاربه، الله الوطن الملك، والصحراء دائما مغربيه. واحسن خبر سمعنا كيف ما قلت لكم الله ينصر سيدنا. ومبروك المغاربه كاملين داخل وخارج المغرب. انا متاكده غادي يكون واحد الجو زوين في بلادي، يعني الناس كيخرجوا كيفرحوا كينشطوا، الديور كيكونوا كيزغرتوا، كيكون اجواء اللي زوينه. كنا في المغرب دابا في ازول خرجنا بالطوموبيل تاعنا وبقينا كنكلاكسونيو وفرحنا. الله يخلينا دائما فرحانين، والله يخلينا دائما امنين، والله يسهل على كاع البلدان يا ربي المسلمه، والله ييسر لهم، والله يحفظ ملكنا كيف ما كنقولها دائما ويخليه تاج فوق راسنا. هي اللي جايه تحمر وتخضر، هي اللي شرقت كاع الانوار. هي وليداتها سبوعه وابطال، هي تضوي بالليل وبالنهار. صنتوا ليا مزيان، تحيه واحترام، حبي لهذا الوطن. غادي نجمع هاد البيت، غادي نشطبو، غادي نرجع الطراريح لبلاصتهم تما. راه نقي، غادي يبانوا لكم المنطات راهم في الارض، ولكن تما راه مجفف مسيق نقي، ما خاصو حتى شي حاجه. الدجاج غادي نعاود نمسحو، لحقيتاش راه تيقيسوه الدراري بيديهم كيطبع. داكشي علاش البنات خليكم معايا في هذا الروتين ديال هذا النهار كيفاش غادي يدوز. هادو المنطات اللي صبنتها البنات، صبنتهم غير في الماكينه كيف ما شفتوني، نشرتهم في البالكون ديال الكوزينه صافي نشفوا، حيدتهم حيت باقي شي منطات حتى هما خاصهم تصبين. بغيتهم باش ما نتلفش بيناتهم، ما نعرفش شكون اللي صبنت شكون اللي خليت. داكشي علاش كنطوي فيهم دابا باش نحطهم على جانب، ويبقاو ليا الاخرين حتى هما غادي نصبنهم. تقاد ليا التيد حتى تنخرج نجيبو. هذاك التيد ما صراحه ما كيعجبنيش نستعمل التيد هكا بودغ، عزيز عليا نستعمل سائل في الماكينه. وغادي نهضر في واحد الموضوع دابا. الصراحه
فرحت بالخبر ديال الصحراء المغربيه، ولكن واحد الفيديو كنت شفته، اسمحوا لي على الصداع، واحد الفيديو كنت شفته، غنسد البالكون باش ما تسمعش الصداع، اسمحوا لي ناقص الصوت شويه. تفرجت في واحد الفيديو اثر فيا، اللي هو هذيك البنيه اللي في الحضانه، ديك الصغيره يعني عندها شي شهور. علاش غادي نهضر على هذا الموضوع بين قوسين؟ حيت انا الدومين ديالي هذاك كان عندي روض اطفال وحضانه في مدينه ازرو. هذاك الدومين خاص يكون عندك ضمير حي باش تقدر انك تشد ولاد الناس او تحمل واحد المسؤوليه اللي الا ما كانش عندك ضمير ما تقدرش تحمليها على كتافك. حيت ولاد الناس الا ما عاملناهمش بحال ولادنا، واخا ما يكونش عندنا الولاد، الا عندنا ضمير راه غادي نعاملوا اي واحد كيف كانوا عندنا الولاد كيف ما كانوش. خاصنا نكونوا قد المسؤوليه ديال الوليدات، خصوصا الصغار، حيت راهم في فتره نمو. كيف ما شفتوا واحد المره البوست ديالي قلتوا لي واش هذاك اللبسه ديال التخرج شنو الدومين اللي راكي فيه، هذاك كنت خديت دبلوم دولي ديال مربيه مصادق عليه من بريطانيا. عندي بزاف ديال الشهادات ديال الكفاءه، عندي بزاف ديال الشهادات ديال على حساب الراوض، عندي بزاف الحمد لله دي فورماسيون اللي درت في التربيه وفي التوحد على حساب الدراري الصغار، شنو العلامات ديالو، شنو قاعد خدينا فيه الحمد لله شهادات من اساتذه اللي كبار. يعني عندنا علم بهذا الميدان هذا، يعني ما جيتش وهضرت فيه. غادي نهضر بصفه عامه. هذاك الفيديو اللي كنت شفت علاش اثر فيا، حيت كاين بعض الرياض الاطفال اللي ما كيفكروش في العواقب. مثلا كيحاولوا انهم يشوفوا الجانب المادي اكثر من المعنوي. في الدومين ديال الروض ما خاصناش نشوفوا بزاف في الجانب المادي، حيت هو اجر اكثر ما هو اجره، حيت هو فيه ثمرته اكثر ما كناخذوا فلوس عليه. باش تعرفوا شنو كاين، دائما حنا خاصنا نكونوا قد، كيف ما قلت لكم، قد ديك المسؤوليه اللي كتعطانا. علاش؟ حيت كل كتجي تحط عندك الطفل ديالها الا وراه حطته امانه، والامانه راه صعيبه، راه تتحط ما عرفتش على من وما كيقدرش عليها. هادشي علاش حاولوا تاخذوا العدد الكافي، حيت حنا اصلا تيعطونا العدد الكافي، كيعطونا الاقسام قداش يكونوا، التهويه، بزاف الشروط اللي كتكون في الورق اللي كيعطونا من النيابه او الاكاديمي. كيعطونا ورق باش يكونوا واحد الحوايج اللي ضروري خاصها تكون في داك المكان اللي غادي نكونوا فيه. وكذلك المربيات او الاطر اللي يسهروا على هذوك الاطفال خاصهم يكونوا ذا كفاءه وقاريين وفاهمين وعارفين، ويخدموا على النفسيه ديال الاطفال ويخدموا على كل شيء. حيت داك الطفل الا انتي لعبتي لي على النفسيه ديالو او درتي شي حوايج اللي ما زويناش، راه عارفه خرجتي على داك الدري. حيت فتره نمو، صافي البنات، فتره نمو خاصنا نكونوا عارفين، عندنا المام بهذاك الدومين. ماشي شديت الباك ولا شديت كاتريان نمشي نخدم مربيه، لا، راه خاصك تكوني عارفه كلشي على داك الطفل. الطفل راه بحال هو قدامنا، خاصنا ندرسوه، النفسيه ديالو، والديه مجموعين ولا مفروقين، عنده الوالدين ولا ما عندوش، كيفاش كيكون في الدار. حنا راه كنعطوهم فاش كنت عندي الروض كنعطوهم واحد الملف كيعمروه لينا مع من عايش، كيفاش عايش، التصرفات ديالو في الدار، واش هادئ، واش كيتحرك، باش حنا ناخذوا فكره على داك الطفل ونقدروا اننا نتعاملوا معاه من خلال الظروف ديالو. صراحه والله الا بكاني داك الفيديو، بكاني ما قدرتش صافي اثر لي على قلبي. انا فاش المهم انا الروض ما بقاش عندي في الاخر، كنت تنازلت عليه لواحد المربيه عندي ذات كفاءه عاليه، حتى هي عندها دبلومات في هذا الدومين، حتى هي عندها وليدات، حتى هي
راجله استاذ يعني عنده علم بهذا الشيء ديال التعليم بزاف د الحوايج، حيت هذاك الروض راه ما قبل حتى مدروس بري سكولير صافي، باش يعني تعرفوا كيفاش تعاملوا مع الطفل باش تجهزوه لواحد المرحله اللي غيدخل المدرسه. حنا كنا نديروا كنقريوهم كنعلموهم كنربيوهم، حيت التربيه قبل التعلم، التربيه والتعليم. وكنا نديروا كذلك المونتيسوري، ديك الطريقه الايطاليه حتى هي كانت كتنمي الذكاء ديال الاطفال وكتنمي بزاف د الحوايج عنده. انا اللي لاحظت في داك الفيديو انه المكان صغير، يعني مخلطين دايرين غير واحد الفاصل، واحد الفاصل بين قسم ديال مثلا واش لا مويا ولا مويا سيكسيون ولا غروند سيكسيون، والله ما عرفت. كانوا دايرين اطفال كبار من هنا وصغار من هنا، وهذيك البنت واش ما عرفتش، المهم واش من ضمن الاطفال اللي تما ولا من ما عرفتش، والله ما عرفت. خاص تما في هذيك البلاصه ديال الدراري الصغار تكون مربيه ذات كفاءه، قاريه داكشي على الاطفال، كيفاش تتعامل معهم، كيفاش خصوصا الحضانه صعيبه شويه، ماشي اي واحد كيقدر عليها، ماشي اي واحد كيقدر انه يخدم عليها. صافي البنات، غير بغيت نشير لواحد المساله. الواحد ما يفكرش في الفلوس، يشوف مثلا الحضانه اللي غيحط فيها ولدو ولا الحضانه اللي غيحط فيها بنته ولا الروض اللي غادي يحط، يشوفوا يدرسوا من كاع الجوانب، حتى المربيات يعرفهم شكون، يعرفوا واش دارسين، يعرفوهم كيفاش كيتعاملوا بزاف د الحوايج. والله العظيم انا البنات فاش كدير الروض، الا كنت دايره الكاميرا يعني تنشوف كلشي، واخا هذاك حتى هو راه كانت فيه الكاميرا ما فهمتش، والله ما فهمت شنو. المهم ما نقدرش ندخل في هذا المجال اكثر، حيت ما عارفاش انا شنو كاين تما، ما عارفاش داك الروض، ما عارفه حتى شي حاجه على المربيات، غير هو هذاك الحاجه اللي جرات ضراتني في خاطري، ما نكذبش عليكم. والله يحد الباس وردوا البال. تنوجه حتى الحضانات والرياض الاطفال يختاروا كيفاش تكون الامور، يختاروا ويردوا البال. راه الريسك كاين، الريسك انا مع كثرت ما كنخاف ما قديتش على داك الدومين، ما نكذبش عليكم. الامانه صعيبه، وولاد الناس راه صعيب باش نقدروا اننا نتحملوا المسؤوليه ديالهم، راه صعيب، ولكن ما عندنا ما نديروا، هذه هي الحياه. كاين الناس اللي موظفات، العيالات اللي مساكنات خدامات ما عندهم فين يخليو وليداتهم. قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. واخا كتكون الغبره البنات الا حاربتوها راه ما غاديش تبقى، غير دائما وراها كل نهار بالمسيح وبالتشطاب. هادشي اللي كاين البنات. دابا غادي نعمر واحد البراد ديال عتي اختي ونجلس نشربوا بهاد الفرحه ديال المغرب والصحراء المغربيه. البنات كنحتفل الصحراء المغربيه، كنحتفل بوحدي. درت واحد البراد ديال عتي. فاش غنمشي للمغرب البنات غادي نجيب المؤنسات الغاليات، غادي نجيب هذيك اللي كيديروا هنا في الصينيه وهذيك باش كيهزوا البراد. نسيتهم ما جبتهمش، والله الا نسيتهم. ايوا هادشي اللي كاين البنات. ما عمرتوش بزاف البنات، عمرتو غير على حسابي انايا، وشي حد الا بغى يشرب.
واعر. كاس البنات منعنع. راه كاين الصالون برا المغربي كيف ما شفتوا في الفيديو اللي كنت درت معكم جوله في صالوني، ولكن سبحان الله عزيز عليا جلسه في الارض. واخا هذوك راه هكا عاليين شويه، ولكن سبحان الله عزيز عليا نجلس نربع في الارض. مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم، تفضلوا البنات، مرحبا بكم، مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم، مرحبا والف مرحبا. في هذا الفيديو البنات كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. اللي ما مشتركاش معايا تشترك معايا وتفعل زر الجرس باش يوصلها كل جديد. وشكرا لكم على الدعم ديالكم المتواصل، مبروك على المغاربه كاملين. الصحراء المغربيه والاعتراف بالعالم كله بان الصحراء مغربيه. صراحه غادي يكون كلشي فرحان، كلشي خارج. والله الا حسيتكم كنت كنتمنى انني نكون معكم، ولكن الايام جايه ان شاء الله. يلا البنات تهلاو ليا في راسكم، وبسلام عليكم، احبكم في الله.